بتصحى تعبان ومش مركز؟ قبل أي حاجة اشرب مية. بعد 6 ل 8 ساعات نوم جسمنا بيكون جاف وكل خلية فيه عطشانة جدا. أول كوباية مية على الريق بتنضف الكبد وبتغسل القولون وبتعمل غسيل كلوي طبيعي، ده غير إن هي بتفوقك حرفيا. بس دي البداية، جسمنا بيحتاج حوالي 3 لتر مية في اليوم عشان يشتغل بكفاءة. المية بتحسن الدورة الدموية وبترطب المفاصل وبتنشط كمان المخ وبتساعد جسمنا إن هو يتخلص من السموم أول بأول، ده غير إن قلة شرب المية بيساوي صداع وتألف في المزاج وتعب بدون سبب. كل مرة بتشرب فيها المية يا صديقي بتدي لنفسك طاقة وتركيز وراحة نفسية كبيرة، ده غير ان انت بتتخلص من مشاعر سلبية بتكون متخزنة جواك. حاول يا صديقي تبدأ يومك بكوباية وتكمل بقية اليوم ب3 لتر مية، جسمك هيشكرك حرفيا. ولو بتنسى، في ابلكيشنز كتير بتنزل على الموبايل بتفكرك تشرب مية طول اليوم. خلي شربك للمية عادة مش صدفة. حمل ابلكيشن شرب المية وابدأ بكوباية على الريق بكرة، وخلي جسمك يعيش صح من أول لحظة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك.